السلام عليكم. الفيديو ده اتطلب مني كتير جدا. فحبيت ان انا اسجله خاصة مع الابديتس الجديدة اللي حصلت في سوق العمل في يناير 2024، الشهر اللي احنا فيه ده. فعشان كده قلت لازم بقى يعني ناخد الخطوة دي ونسجل الفيديو. خليني اديك باك ستوري كده او قصة الموضوع بدأت ازاي. كان في أوائل 2023. جمعت بوست، مقالة طويلة أو بتسمى ليستيكال لستة في أرتيكل، عن إن أنت إزاي تشتغل بالدولار، بس مش فريلانسر، مش بتشتغل عمل حر وشهر بمرتب قد كده، شهر مرتب أكبر أقل، وهكذا. يبقى عمل حر الموضوع فيه fluctuations، أو يعني على حسب اللي جاي والأرزاق على الله يعني. لكن انا كنت بتكلم عن انك ازاي تشتغل بالدولار في مصر كفول تايمر، مش حتى بارت تايم او سايد جوب كده جنب شغلك. لا، انت بتشتغل بدوام كامل وبتقبض بالدولار، او باليورو او بالريال او بالدرهم، من الريال السعودي او الدرهم الاماراتي وهكذا. طبعا الاغلب يعني بيكون يا باليورو يا بالدولار مينلي. فالبوست ده كان تقريبا شهر يناير، شهر فبراير أو مارس 2023، ولاقى يعني تفاعل كبير جدا لدرجة إن بعض الإيفنتس الخاصة بالكارير تشويسز، وخاصة المجال الهندسي أو سوفت وير ديفلوبمنت، سوفت وير انجينيرنج وهكذا، دعوني إن أنا أكون سبيكر عشان أناقش الموضوع ده في بانل ونتناقش. وجبنا اتش ار مانجرز في شركات بتقبض بالدولار او بالدولار ايكويفالنت، زي ما هنتكلم عنه كمان شويه. آم، كان الناس طلبت ان الموضوع يكون ريكوردد، بس للاسف الايفنت ما كانش ريكوردد، وعملنا يعني في اكتر من ايفنت يعني، بس ما كانش ريكوردد. فانا حبيت ان انا اريكورد هنا الدسكشن كلها، لان المناقشه مش ايه اهي الشركات روح اشتغل فيها وخلاص. الموضوع مش كده. هي عايزين نعرف مع بعض ليه الشركات دي بتعمل كده، ليه الشركات التانية مش قادرة تعمل كده. ايه التحديات اللي ممكن تقابلك عشان تشتغل او توصل للشركة دي، وايه التحديات اللي تقابلك لو انت دخلت الشركة دي، او لما بإذن الله، مش لو، لما تدخل شركة من الشركات دي. و سنس ان مش كلنا هنعرف ندخل الشركات اللي بتقبض بالدولار، هنعمل ايه؟ ايه الالترناتيفز، ايه الحلول البديلة للموضوع ده؟ خلينا يعني نمشي في شوية أسئلة كده، سؤال وإجابة، عن الشغل بدوام كامل بالدولار في مصر. أول حاجة هي ليه شركات ممكن تكون بتقبض بالدولار أو بتقبض باليورو وهم في مصر؟ يعني إيه السبب في كده؟ بكل بساطة الموضوع ده بيكون جزء من الامبلوير براندنج بتاعهم، البراند بتاع الشركة. ده بيكون جزء من الامبلوي ريتنشن. ده دور الاتش ار اصلا، يعني هي الاهم حاجة، اهم منديت بالنسبة للاتش ار هي الامبلوي ريتنشن، او اللي قبليها طبعا يعني امبلوي اكوزيشن، ان هو يحصل على الموظف، والامبلوي ريتنشن ان هو يحافظ على بقاء الموظف في الشركة. وهو ده اللي بيخلي فيه بنفيتس بقى، يحط لك سوشيال انشورنس، ميديكال انشورنس، يحط لك خصومات في الشركات، يجيب جيم في المبنى، يعمل ايفنتات وهكذا. ده جزء من الميزانيات اللي الشركات بتدفعها عشان تحافظ على الموظفين. ما هو انا لو كل يوم بيجي موظف ويمشي وترن اوفر عالي، عمال ادرب ناس جديده، البيزنس كونتينيوتي او الاستمراريه العمل هتكون بتتاثر وهكذا. فده بيبقى الهدف من الشركات. وكمان خلينا نكون يعني فير، هو ده انت بتساهم ان الشركة تشتغل وتجيب ارباح كويسة، فالشركة بتدي لك جزء من الارباح دي، او بتقدرك مقابل مجهودك وشغلك معهم. فالموضوع وين وين، بيحافظوا عليك، وانت كمان بتاخد مرتب كويس عشان ما تمشيش تروح مكان تاني. وانا مبسوط من الشركات اللي بتعمل كده، لان ده بيرفع البار على الشركات التانية اللي لسه مش بتعمل كده، خاصة اما يكون الموضوع بالنسبة لهم اصلا سهل، ومش محتاج مجهود كبير ولا مصاريف كبيرة. ومع ذلك لسه مصممين ان هم يكونوا بيدفعوا بالجنيه المصري، مع يعني الاوضاع الصعبة اللي بتحصل في الجنيه المصري وتقليل قيمته باستمرار. فيعني ده اول نقطة، ليه الشركات ممكن تكون بتعمل كده. عشان لو انت اوريدي شغال في شركه، في مثلا الاتش ار، او انت يعني مانجر كبير في الشركه، كونسيدر الحاجات دي. وده من اعظم الحاجات اللي انا عرفتها الحقيقه،
ان في شركتين لغايه دلوقتي شافوا البوست ده وما كانوش اوير ان ده اوبشن يكون موجود اصلا، وبعد ما شافوا البوست سعوا في الإجراءات، ودلوقتي بيدفعوا المرتبات للموظفين بتوعهم بالدولار. ده يعني إنجاز بالنسبة لي عظيم جدا جدا. أنا ما كنتش أقصده طبعا، أنا كنت بكلم الموظفين مش الموظفين. بس الحمد لله الموضوع كان ليه إمباكت على يعني مستويات أعلى، فده كان كرم من ربنا يعني. يمكن ده اللي بيسموه أثر الفراشة، اللي هو أثر الفراشة لا يرى أثر الفراشة لا يزول. إن مجرد بوست على لينكد إن يسمع بالشكل ده لدرجة إنه يأثر على حياة ناس كتيرة. يعني الحمد لله فضل كبير من عند ربنا. طيب، هل الدولار هو أهم حاجة أنت تبص عليها في الشركة، ولا المفروض إن أنت تبص على حاجات تانية؟ زي ما قلت ان الشركات دي مهما زاد عددها في مصر فهي هتعين كام موظف يعني من القوى العاملة اللي موجودة في السوق؟ يعني 5000 7 10000 موظف، مش هيكون عددهم كبير. فسوق العمل فيه يعني ملايين من الناس شغالة في مصانع وشركات، وشركات كبيرة شركات صغيرة، بنوك مستشفيات فنادق مطاعم، أماكن كتيرة جدا. فانت ممكن تبقى بتبص على البنفيتس باكج عموما، حتى لو انت ما قدرتش ان انت لسه لغايه دلوقتي توصل لشركه في بتقبض بالدولار. ان شاء الله مستقبلا تقدر توصل لحاجه زي كده. بس مين وايل، خلينا نبص على اكتر من حاجه تانية. في عندك الورك انفايرمنت نفسها، الورك لود، بيئه العمل عامله ازاي، الناس اللي جوه دي بتسمع عنهم ايه؟ دايما معروف كده، في عارف زي سمعه الافراد في سمعه الشركات برضو، الامبلوير براند. بتبقى عارف الشركة دي الناس بتعمل فيها مشاكل، طريقة لبسهم طريقة كلامهم مش مناسبة مع طريقتك، بيحبوا ناس من شكل معين من هيئة معينة، بيرفضوا ناس مش بالطريقة دي. بتشوف مثلا إن الناس اللي دخلت الشركة دي تحولت أفكارها وآرائها إزاي يعني. يعني مش عايز ادخل في تفاصيل في الموضوع ده، ولكن الموضوع بيبقى واضح من بره انت داخل على ايه. فالورك انفايرمنت ديت هتبقى بيئة العمل حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لك. الشركة بيبقى عندها السي ام بي اللي هو compensation and benefits. الكومبنسيشن اللي هو التعويض اللي هم هيديهولك اللي هو المرتب يعني، والبنفيتس الجانبيه يعني. من البنفيتس دي ان يكون عندك ليرنينج بادجت، ان هم يكونوا بيدفعوا لو انت هتاخد يعني بروفيشنال سيرتيفيكيشن في شهاده دوليه معينه انت هتدخلها، تدخل الامتحان ده هم يتكفلوا بالتكلفه بتاعته. يكونوا عاملين لك اشتراك مثلا على موقع زي ينفع او يوديمي او لينكد ان ليرنينج او غيره من المواقع اللي انت تقدر تتعلم من خلالها. فالليرنينج ده بيكون جزء من البنفيتس اللي انت ممكن تبص عليها. ممكن تبص على الكارير بروجريشن. يعني مثلا في شركه ان انت ما فيش قصادك اي كارير بروجريشن، انت وبعدين بتريبورت للسي او على طول، منك لصاحب الشركه مباشره. فانت هتترقى فين؟ مش هتروح في حته، وما فيش تيم معاك. يعني انت هتكون شغال في شركه صغيره قوامها كله 20 واحد، فهو كل واحد بيريبورت للمانجر على طول، او بينك وبين المانجر شخص واحد. فاللي هو انت عشان تترقى لازم تموته يعني. هتعمل ايه؟ مفيش ترقيات. فده بيبقى الموضوع يعني تشالنجينج شويه، خاصه لو انت برضه عارف ان الشركه دي انت بتدخل على المرتب ده وتفضل عليه على طول، ولو هي الزياده السنويه بالعافيه وتبقى اصلا صغيره وهكذا. بعكس لو في شركة فيها يعني ليفلز أعلى، فأنت بتبقى عارف إن كل سنتين مثلا هتترقى، مرتبك هيزيد، بيبقى في كارير بروجريشن أكبر. مش لازم الكارير بروجريشن أو الترقي الوظيفي يكون في نفس ال الكارير. يعني مثلا في الكورس الخاص ب dealing with multi generational workforces، اللي هي التعامل مع بيئات العمل متعددة الأجيال، كنت بتناقش في النقطة دي. إن الأجيال السابقة كانت متعودة على اللينير كارير، اللي هو أنا هتخرج هيجي لي تعيين في الحكومة، هفضل في الوظيفة دي لغاية ما أطلع معاش. ده كان زمان. دلوقتي لا، انت ممكن النهارده بتايتل، بعدها ب3 سنين تبقى تايتل تاني، بعدها بسنه ونص تايتل تالت، بعدها بسنتين تايتل رابع، وهكذا. وده شركات كتيره بقت بتعمله اوريدي، اللي هي الانترنال موفز، او ان انا اعرض نفس الموظف لاكتر من كارير او اكتر من بوزيشن، واستفاد من خبراته.
فبتدور على ده في الشركات اللي بيبقى عندها culture promote from within، اللي هو بنرقي الناس من جوه، مش بنجيب عليهم مدير من بره. فاحنا بنقدر نرقي الناس في نفس الديبارتمنت بتاعهم، او بنحركهم ما بين الديبارتمنتس. ممكن تبص على الكوميوتنج، انت هتروح مسافات قد ايه بالنسبة للشركة اللي انت هتروح لها دي. ممكن يبقى المرتب بتاعها اعلى، بس انت المرتب ده هتصرفه يعني بنزين العربية او مواصلاتك، وهتصرفه على مراهم لظهرك وجلسات علاج طبيعي عشان القعدة الكتيرة في العربية. فده بيبقى واحد من الحاجات اللي انت ممكن تبص عليها. ممكن حد يقول ايه يا عم دي يعني مشاكل عالم اول. ايه مش مشاكل عالم اول، انا بتكلم لناس في اكتر من مستوى. في حد ممكن يضحي شوية، في حد وضعه يسمح له ان هو ما يضحيش، وان هو يبص على الموضوع بشكل هوليستيك اكتر، ويتأكد ان كل حاجة مناسبة ليه. فانا حابب اشارك معاك كل التفاصيل، وكل واحد بيشوفها على الكيس بتاعته. بتبص على الميديكال انشورنس بتاع الشركة، هم عاملين يعني تأمين طبي فردي ولا عائلي، وأنهي شريحة. يعني ممكن يعمل لك تأمين عائلي بس أنت تاخد مثلا 15% خصم، ممكن يبقى عامل لك تأمين بتاخد 80% خصم، ممكن 100%. التأمين بتاعهم بيغطي العمليات عشان لو زوجتك قربت تولد مثلا، بيغطي الأطفال كمان ولا لأ، بيغطي كل حاجة ولا لا، الكشف والأشعة والتحاليل والعمليات والدواء اللي هتشتريه من الصيدلية وهكذا. فممكن تبص على هم حاطين الميديكال انشورنس في أنهي شريحة أو مع أنهي شركة، لأن ممكن يبقوا عاملين إيه، حاجة حلواني كده على الضيق. في شركات بتدي لك شيرز او اسهم في الشركه، خاصه الستارت ابس او الشركات اللي لسه ناشئه. دي ممكن تدي لك اسهم في الشركه. ممكن تبص على قطاع العمل بتاع الشركة دي. يعني مثلا ان بيبقى معروف كده ان التوب فايف مثلا ان هم بيكونوا مجال المصرفي، في مجال الاوتوموتيف او السيارات، في المجال بعد كده التكنولوجي، التليكوم مثلا او الاي تي. يجي بعد كده مثلا او مش لازم بعدهم، ممكن وسطيهم يبقى مجال اللوجيستكس وهكذا. فدي بتبقى توب اندستريز. يجي بعدهم الفارماسيوتيكالز، المجال الصيدلاني. ممكن تبقى انت داخل شركة عشان ده مجال فيه فرص اكتر، مرتباته اعلى، البونص بتاعه بيبقى اعلى. يعني في شركات هي البونص بتاعها شهر في السنة، في شركات شهر ونص في السنة، في شركات 3 شهور في السنة، في شركات 5 شهور، في 12 شهر في السنة يعني. في بعض القطاعات البترول مثلا، لا انت ممكن يبقى مرتبك انت بتقبض كل شهر مرتب، فانت كده السنة بتقبض فيها 12 مرتب شهري. بس تيجي في شهر 7 اللي هي نهاية السنة المالية، يروح مقبضك البونص بقى. البونص ده ممكن يبقى شهر 2 3 5 على حسب بقى كل شركة وقطاع العمل زي ما قلت كده. مثلا البترول، القطاع المصرفي وهكذا بيبقى ليهم آه، يعني شوية بنفيتس، أو في حوار البونص ده بيبقى أعلى شوية. ممكن شركات بتدي unlimited annual leaves، اللي هي انت ممكن تغيب براحتك في اي وقت، مش محدود بال 21 يوم او ال 30 يوم اللي منصوص عليها بالنسبه لقانون العمل والتامينات. طبعا دي بنفيت بتبقى موجوده شويه في الستارت ابس اكتر. تقول لي طب ازاي يعني هغيب براحتي مش عارف ايه؟ ما هو طبعا انت لو غبت واستلوحت يعني في الموضوع ما هيمشوك. فهي الموضوع بدي لك بنفيت، بس انت تكون قد المسؤوليه بتاعت الحاجه اللي انت بتاخدها يعني. في شركات بتعمل خطة معاشات اللي بتسمى بنشن بلان، ان جزء من مرتبك او مش بيتخصم من مرتبك، بس انت مثلا مرتبك 10000 جنيه، هم الشركة كمان بتحط لك 1000 جنيه زيادة. يعني كأنها بتقبضك 11000 جنيه، بس انت مش بتقبض ال1000 الأخير ده. وده مش بيكون مكتوب في العقد، يعني ان انت مثلا مرتبك 11 واحنا هنقتص منه ال1000 دي، لا. بيحطوا بقى في صندوق المعاشات دوت مع أي شركة، زي شركات يعني بتبقى شركات مخصوصة للمجال ده، غالبا تبقى شركات تأمين يعني. بيبقى البنشن بلان ده ان انت بتقدر تسحب منه، مش محتاج ان انت تستنى لغاية ما تطلع على المعاش وانت في الشركة، يعني تكمل معاهم 60 سنة عشان تطلع معاش وتاخد الفلوس دي. مش زي مثلا المعاش بتاع الحكومة. ممكن كل سنة تقدر تسحب منه الفلوس اللي اتحوشت لك فيه. فده يعني بتبقى خطة برضو لذيذة، يمكن موجودة في الكوربريتس الكبيرة أكتر. بس دي واحدة من البنفيتس اللي أنت ممكن تبص عليها. إلى جانب
الحاجة الأخيرة واللي بقت ترندنج طبعا، والناس بتسأل عليها في المكالمة بتاعت الاتش ار من أول يعني أول تواصل مع الكانديديت، اللي هو الشغل ريموت ولا فروم أوفيس. أنا بشوفها بنفيت عظيمة جدا جدا، وبتسهل كتير وبتوفر على الموظف والشركة، بس يعني بعض الشركات لسه بتحب النزول الأوفيس. فدي يعني بعض البنفيتس اللي أنت ممكن تبقى بتبص عليها في ايا كان الشركه او ايا كان الاوفر اللي انت هتكون يعني بتقدم عليه، او الشركه اللي انت تقدم عليها. طيب خلينا نرجع تاني لموضوع الدولار. ايه مميزات وعيوب الدولار والتحديات اللي ممكن تقابلك؟ اكيد الدولار ملوش عيوب، انا اقصد عيوب ان انت تكون شغال في شركه بتقبض بالدولار. طبعا الناس ممكن تبقى شايفه ان اكيد مفيش عيوب او مفيش تحديات في الموضوع ده، بس خليني اوضح لك انا اقصد ايه هنا. مميزاته طبعا ان انت مش محتاج تتغرب عشان تجيب فلوس كويسه. يعني طبعا متعودين من زمان ان في ناس كتيره كانت بتسافر الخليج او العراق قبل ما طبعا الغزو الامريكي للعراق. كان العراق طبعا فيها مصريين كتير جدا جدا. آه، فالناس كانت بتسافر بره عشان يبقى معاها مصدر دخل اكبر. انت بقيت قادر تعمل ده من وانت في مصر، مش محتاج تتغرب ولا تسيب اهلك عشان تجيب فلوس اكتر. فدي هي اهم حاجة او اهم ميزة من مميزات الحصول على الدولار، الى جانب طبعا ان انت بتحافظ على قيمة مدخراتك. فانت بدل ما كل يوم قيمة الفلوس اللي معاك اللي انت محوش عمالة تقل بسبب ان الجنيه قيمته بتضعف، لا انت دلوقتي بقيت قادر انك تحافظ على الفلوس وقيمتها والقدرة الشرائية بتاعتها. طيب لو جينا برضو كمان نقارن الشغل بالدولار مع شركات اللي هي فول تايم يعني، او ان انت تبقى شغال كفريلانسر، هتلاقي ان في بينهم مقارنة برضو لذيذة كده ممكن نفكر فيها. اللي بيكون شغال كفريلانسر بيبقى عنده يعني learning curve اعلى، لانه النهارده شغال مع مثلا لو هو بنتكلم ان هو سوفت وير ديفلوبر مثلا، فهو النهارده شغال مع مطعم، بكره مع مستشفى، بعده مع شركة عقارات، بعده مع شركة سفر. عمال يتعرض لقطاعات أعمال مختلفة، مش نفس المنتج ونفس السياق اللي بيتعامل فيه كل يوم. أنا شغال في الأوتوموتيف اندستري في مجال العربيات، فأنا بتعامل على العربيات بس. فده بيبقى ليرنينج كيرف أعلى بالنسبة طبعا للفريلانسر. بس في مقابله أكيد إن الدخل بتاعه ممكن ما يكونش ثابت. ممكن ان هو ما يبقاش عنده البنفيتس التانية اللي احنا حكينا عنها من شوية، ما بتبقاش متاحة، لكن ده بيكون متاح بالنسبة لك في الشغل الفول تايم. اجين مفيش حاجة احسن من التانية، كل واحد بيشوف الحاجة اللي مناسبة ليه اكتر. طيب محتاج ان انت بقى عشان تشتغل في شركة بالدولار يكون الانجليش بتاعك كويس. ما تطلبش حاجة انت مش قادر عليها دلوقتي. ما هو كون ان الشركه دي بتديك بالدولار او باليورو، معناها ان الشركه نفسها دخلها بالدولار او باليورو. طب هو دخلها هيبقى كده ازاي غير لو هي بتبيع السيرفيسز بتاعتها لدوله تانية؟ يبقى انت محتاج ان الانجليش بتاعك يكون كويس، لانك هتكون بتتعامل مع اجانب. فاول خطوه عشان تقدم على الوظائف دي مش بس انك تعمل السي في بتاعك، ولا انك تعمل جوب اليرت على لينكد ان، لا، ان انت تتعلم انجليزي كويس، عشان ده هيكون مدخلك للشركات دي. لان في الانترفيو هيكون الانترفيو بالانجلش، او اتليست هي لازم تسمعه طقطقه في الاول كده بالانجلش، introduce yourself in English، يشوف الانجليش بتاعك عامل ازاي في الاول يعني. نقطة تانية إن أنت محتاج تكون عندك هي بنسميها الكالتشرال انكلوجن، اللي هي الشمول الثقافي. إن أنت ما تكونش بتعنصر على حد، ما تكونش بتتريق على ناس، ما يكونش عندك مشاكل في التعامل مع ناس من جنسيات مختلفة، من خلفيات مختلفة، أديان، أعراق، اهتمامات سياسية، اهتمامات كروية مختلفة عنك آه، في الشغل اللي انت هتكون بتشتغله ده. لان انت اجين هتتعامل مع ناس بره دولتك، ليهم افكارهم ومعتقداتهم المختلفه عنك. ما بقولش ان انت تتفق معاهم، ولكن ان انت ده ما يمثلش عائق بالنسبه للشغل. واي شركه بيكون عندها الكود اوف كوندكت او ميثاق الاخلاقيات اللي في الشركه، ان ما حدش يتدخل في معتقدات حد، او يعني حاجه شخص تاني بيشتغل. من الحاجات المميزة برضه سواء تشتغل في شركة بتقبض بالدولار أو مش بتقبض بالدولار، هي التي شيبد اكسبيرينس. في عندنا نوعين من الاكسبيرينس أو نوعين من الكاركترز.
في عندك الاي شيب اللي هو حرف الاي واقف كده، بس ده بيبقى سبيشالايزد في مجال واحد بشكل رأسي، يعني حافر في الموضوع ده، جايب أعماقه، ده متخصص في حتة واحدة بس، مش عارف حاجة تانية كتير حواليه. وفي التي شيب اكسبيرينس، ده بيبقى حرف التي اللي هو بشكل رأسي هو متخصص في مجال واحد فعلا، ويعني جايب آخره، بس بشكل أفقي هو عنده دراية بمجالات تانية، ويقدر إن هو يأدي فيها بمينيمم كوتشنج أو مينيمم سوبرفيجن، إن هو من غير ما حد يبقى واقف فوق دماغه ويوجهه كتير، هو يقدر ان هو يتعامل ويتميز، او يعني على الاقل يؤدي الغرض فيها. فايا كان انت بتشتغل ايه، بتشوف المهارات المكملة ليك، او ايه اللي قبلك وايه اللي بعدك في العملية. ما احنا بنبقى انت جزء من التيم، بتخلص حاجة بتسلمها للتيم اللي بعدك يكمل عليها، يخلصها ويسلمها للي بعده، وهكذا. فان انت تبقى على درايه بالبروسيس الكامله دي، وان لو في حصل عجز فيها في اي وقت، ان انت قادر انك تغطي العجز ده لو صاحبك مش موجود، زميلك مش لاي سبب. آه كون ان انت يبقى عندك المهارات دي بيساعد كتير في انك تحصل على ايا كان الوظيفه، مش بس في الشركات الخاصه ب المرتبات بالدولار يعني. من مميزات كمان الشغل في شركة بالدولار هي الانترناشونال اكسبوجر، ان انت بتتعرض لتجارب مختلفة، بتشوف آه، في القطاع اللي انت شغال فيه ايا كان هو ايه. انت مثلا في القطاع الطبي، مش بتبقى مقفولة على القطاع الطبي في مصر بس، لا، انت شايف القطاع الطبي في الدول التانية بيبقى حاصل فيه ايه. لو انت شغال في القطاع التقني، فبتشوف هم بيستخدموا تكنولوجيات ايه هناك، بيستخدموا تولز ايه، وهكذا. فده بيتيح ليك انك تستخدم ادوات افضل تحسن من مهاراتك، وقصاد ده بيحصل سكيل فاليديشن، اللي هي التحقق من مهاراتك او قدراتك. وهنا يعني أنا بأحيي يعني المصريين جدا اللي هو المقولة اللي آه، الطفل المصري أذكى طفل في العالم. فعليا أنا بتعامل مع ناس من 40 دولة تقريبا، المصريين معلمين في أي حاجة حرفيا يعني. أنا بتعامل مع ناس من الصين، من الهند، من أوروبا، من أمريكا، بتعامل ناس في المغرب العربي، بتعامل مع ناس من يعني وسط آسيا، شرق آسيا، من كل حتة. فعلا والله احنا بنبقى عاملين شغل جامد جدا جدا، وذاتس واي اصلا ان الشركات بتفتح هنا، مش بس اللي هو يقول لك احنا عمالة رخيصة او المرتبات اقل او كده، لا، في فعلا آه، قدرة او قدرة مهارية او مهارات كبيرة بالنسبة للمصريين على المستوى التقني وعلى المستوى الإداري، مميزة جدا جدا. فيعني حاجة عظيمة الحمد لله. نيجي للتشالنجز تاني. انا كنت ذكرت حوار الانجليش، ان انت محتاج اللغة بتاعتك تبقى قوية. ممكن حاجات تانية بقى زي مثلا مواعيد الشغل. ممكن تبقى بتشتغل مثلا من الساعة 1 للساعة 9 بالليل، مش بتشتغل من مثلا 8 ولا 9 الصبح ل 4 5 6 المغرب، لا، انت بقيت بتشتغل من بعد الظهر، عشان انت مثلا في التايم زون بتاعت امريكا، فاحنا في فرق كبير في الساعات ما بيننا وما بينهم. انت بتشتغل في التايم زون بتاعت الصين، هم بيبداوا شغل قبلنا ب6 ساعات. لو هم بيبداوا الساعة 9 الصبح عندهم، اللي هي هتبقى 3 الفجر عندنا. ممكن الوركن اورز دي تفرق. انا مش بتكلم على الخليج واوروبا، لان ما بيننا وما بينهم ساعة وساعتين، فبيبقى الموضوع بسيط يعني. نقطة تانية إن أغلب الشغل ده مش دايما يعني، بس أغلبه بيكون ريموت من البيت. في ناس ما بتحبش، أو يعني مش متعودة على ده. أنا بستغرب إن حد يكون ما بيحبش الشغل من البيت، لأن أنا بحبه جدا، بس يمكن خلينا نقول مش متعودين عليه. فبيبقى فيتامين د بيقل لأنه هو قاعد طول الوقت في البيت، فمش بيتعرض للشمس. ممكن ظهره يوجعه لأنه قاعد على السرير، فدي مشكلتك أنت مش مشكلة الشركة. هات لك سيت اب كويس، كرسي كويس، مكتب كويس، هات شاشة كبيرة، هات ماوس وكيبورد كبير، ابعد اللابتوب عنك شوية، ارفعه على الستاند. الاوبشنز بتاعت انك تعمل سيت اب محترم. فيعني دي بتبقى حاجه كويسه. وبالنسبه لفيتامين د، استغل الوقت اللي انت هتكون فيه بره الشغل. ما انت كده كده هتبقى شغال 8 ساعات، اشتغلتهم من 9 الصبح، اشتغلتهم من 2 بعد الظهر، انت عندك وقت. انزل اتمشى، اتعرض لفيتامين د، كل اكل فيه فيتامين د، اعمل رياضه. يعني بس ده تشالنج لازم نذكره، ومرتبط بيه برضه السوشيال سكيلز بتاعتك، المهارات
الحياتيه، ان انت مش بتقابل ناس. وان كنت الحقيقه لما بنزل الاوفيس مش بشوف ان ده بيحسن قوي يعني المهارات الحياتيه. بس anyway في ناس بتحب ان هي تقابل ناس ويقعدوا يتكلموا في اي حاجات ويتعرضوا لمواقف مختلفه وهكذا. انت حتى لو ريموت والتيم كله موجود في مصر، فانت ممكن عادي بتروحوا مع بعض مناسبات مختلفة. حد عنده كاتب كتاب، حد عنده عزا، بنتقابل وبنتعامل، وفي الميتينجز كل يوم اونلاين وهكذا يعني. حتى لما بننزل الاوفيس اصلا بنبقى حاضرين الميتينجز اونلاين يعني احنا بنبقى قاعدين جنب بعض في نفس المكتب، بس حاضرين الميتنج اونلاين عشان معانا ناس تاني بره اونلاين، او في جزء من التيم بيبقى في البيت وجزء في التيم في الاوفيس. يعني بس دي الشيء بالشيء يذكر يعني. الى جانب طبعا زي ما قلت التخن، لان انت تبقى فاكر ان قاعد في البيت، فاي عش اي سناكس جنبك او اي اكل جنبك بتاكله ممكن يوجع الظهر وهكذا. اجين الحاجات دي المفروض انها عادي بتيجي حتى للي شغال بالمصري، واللي شغال في شركة يعني مش بتقبض بالمصري، او في شركة اوف لاين مش بس شغل من البيت. خليني اوضح هنا برضو ان بعض الشركات اللي بتكون بتقبض بالدولار دي بتبقى ملهاش مكتب في مصر، وده الحقيقة تشالنج كبير، لأن أنت ممكن يمشوك في أي وقت. في المقابل برضو أنت بيبقى عندك بيقول لك اشتغل باللابتوب بتاعك، احنا مش هنسلمك لابتوب. مفيش سوشيال انشورنس، مفيش ميديكال انشورنس، هو احنا هندي لك النت سالاري بالدولار، هيتحول لك على حسابك البنكي اللي بالدولار وخلاص. ملناش دعوة بحاجة تانية. آم، ممكن ده يبقى اوبشن، بس لازم تبقى حاطه في اعتبارك يعني. ان البنفيتس اللي انا ذكرتها في الاول انا كنت بذكرها، وانت ممكن تبقى حسيت فين الكلام عن الفلوس اللي بالدولار بقى. بس دي البنفيتس اللي انت ممكن تكون عندك في الشركه اللي انت شغال فيها دلوقتي، وما تكونش موجوده في الشركه اللي بالدولار. فلازم تبقى يعني عندك استيعاب كامل للموضوع، ما يبقاش هو الدولار اللي بنجري عليه وخلاص يعني. بس دي نقطه مهمه يعني. فده طبعا زي ما قلت ممكن يمشوك في اي وقت، فبيأثر على الاستابيليتي، ان انت يعني ما تبقاش ضامن ان الموضوع يمشي بشكل رسمي. على الاقل هنا في قانون عمل، في مكتب عمل يعني ممكن تكارك شوية. لكن لو شركة أجنبية او خلاص احنا قفلنا الاكونت بتاعك كل سنة وانت طيب، فالموضوع بيبقى كده. بس اجين ده بتعرفه برضو من الفيدباك اللي عن الشركة، تسأل الناس اللي شغالة فيها، دور عليهم على لينكد ان، شوف الناس اللي سابت الشركة سابتها ليه. ادخل على جلاس دور اعرف الفيدباك اللي عنهم مكتوب ايه وهكذا. فدو يور هوم ورك الاول، اعمل الواجب بتاعك قبل ما تلوم الشركه يعني. بس كده يعني، ده يمكن الحاجات كلها ممكن اضيف عليها. بس ان لو انت شغال ريموتلي ومن البيت، ممكن يبقى في حته كده ايه الديسيبلين او الالتزام، ان انت لما بتبقى في الشركه وفي المدير رايح جاي في الدور، فانت بتبقى شغال عشان في حد فوق دماغك. لكن في البيت ما فيش رقيب يعني، طبعا الله هو الرقيب يعني في كل الوقت. بس ايه، في ناس لو ما فيش حد فوق دماغها ما بتشتغلش يعني بشكل سليم. فلازم ده تبقى حاجه من اللي تاخد بالك منها، وتتاكد ان انت هيكون مناسب ليك الشغل ده. طيب، تخطينا كل ده وعرفنا المميزات والعيوب والتحديات وكل حاجة. هل بقى لو أنا جيت أقدم على شركة من الشركات اللي بتقبض بالدولار، الموضوع هيكون أصعب في الانترفيو بقى وفي السلكشن، ويحط لي امتحانات اللي هي الغريبة اللي فيها اي كيو واللي فيها أسئلة مش عارف بتتحل ازاي والكلام ده كله؟ الحقيقة خالص الإجابة لا. ان الموضوع بيبقى عادي جدا، زيه زي اي وظيفه انت بتقدم عليها، زيه زي اي انترفيو انت هتدخلها. هما بيدوروا على الكالتشرال فيت والاونر شيب، عايز يشوف ان انت هتفيت الكالتشر بتاعته، هتفيت طريقه الشغل اللي عندنا ولا لا. وان انت يكون عندك سنس اوف اونر شيب، ان انت يعني قلبك على الشغل، حريص على ان الشغل ينجح. مش جاي لينا عشان احنا ايه يلا شوال الفلوس اللي هناخد منه فلوس وخلاص. لان ده معناه ان لو شركة تانية جنبينا بتقبض بالدولار اديتك فلوس زيادة هتسيبنا وخلاص. يعني عادي، هو ده بيحصل وده الطبيعي. اللي بيعمل لك الانترفيو نفسه لو جاله اوفر اعلى هيمشي. بس يعني هو بيبقى حاسس انه عايز حد يقعد معاه على الأقل فترة كويسة، يستثمر فيه يعلمه عشان يقدر يفيده. فهو بيبقى بيدور على الكالتشرال فيت. سيبك من فكرة الأونر شيب بقى، أو إن هو يمشي أو لا، يعني ده بيبقى كلام لازم يتقال. بس في الآخر مديرك اللي بعد ما بيدخلك الشركة وعمال يعصرك في الانترفيو عشان الأونر شيب بقى مش عارف إن أنت هتقعد معانا وإن أنت بتتنطط من شركة لشركة وبتاع، هو ممكن تاني يوم تلاقيه هو اللي مشي يعني. الفكرة أجين في السؤال ده يعني، إن
it's a typical recruitment process عادية جدًا، جدًا، ما فيهاش اختلاف عن اللي أنت ممكن تكون مرّيت بيه مع شركات تانية. أنت محتاج تكون يعني expressive في الinterview، عندك communication skills كويسة، بتتكلم عن المشاريع بأمثلة، عندك communication skills كويسة، تعرض الإجابة بشكل سليم. يعني اتفرّج على فيديو أو يعني شوف حاجة عن الinterview skills، وإن أنت إزاي تبقى محضّر ومذاكر الشركة وإجاباتك customize للمشاريع بتاعة الشركة وهكذا. كل الشركات بتدوّر على حد well rounded character، ما يبقاش بس بيفهم technical بس هو nerd كده وما بيعرفش يتعامل مع الناس. لأ، أنا عايز حد يكون عنده مهارات اجتماعية كويسة ومهارات تقنية كويسة، ودايمًا بيبقى بيدوّر على الproblem solving أو الthought process. يقول لك فكّر معايا بصوت عالي، ما تاخدش السؤال يعني تفكّر فيه لوحدك، لأ، كلّمني بصوت عالي كده أنت هتجاوب إزاي أو بترتّب الأفكار في دماغك إزاي. ده بيكون يعني واحد من الحاجات اللي أنا شخصيًا باحب أعملها في الinterviews، إن أسأل الناس بالشكل ده. ويعني في فيديو تاني على القناة اللي هو سر النجاح في interview مدير المشروعات، باتكلم عن النقطة دي باستفاضة أكتر، وإزاي إن أنت تجاوب أسئلة الinterview بشكل عام. هو يمكن موجه لمديري المشروعات، أو الأمثلة اللي باذكرها في الmeeting في الفيديو عن إدارة المشروعات، ولكنه ينطبق على كل المجالات. أرشح بشدة إنك تتفرج على الفيديو ده. طيب، شركات كتيرة في مصر بتتعامل مع دول أجنبية، بتبيع لهم خدمات ومنتجات، ومع ذلك لسه لغاية دلوقتي بيقبضوا بالمصري، حتى إن جزء منهم يعني شغال already في المنطقة الحرة. ليه؟ مش هينفع نشتم في الفيديو. هي في شركات بالنسبة لها الموضوع بيبقى فيه صعوبة somehow. الشركة الأم بتاعتهم لو هم شركة كبيرة ليها headquarter برّه مصر، الشركة الأم سياستها إن هي بتقبض كل فرع في كل دولة بالlocal currency بتاعته مش بالدولار. وده ممكن يبقى option. ممكن يبقى في عندهم مشاكل، في حد يعني مش عارف أهمية الموضوع ده، أو دماغه ناشفة، ما تبقاش فاهم أوي الموضوع. ولكن الجانب الأكبر من الإجابة الحقيقة، يعني سيبك من الجزء اللي فات ده أوي، الجانب الأكبر إن ممكن يبقى في صعوبة. لو أنت بتتكلم على شركة من شركات التكنولوجيا، فممكن وزارة الاتصالات ليها دخل بالموضوع، وزارة الاستثمار، في عندك أكتر من جهة أو أكتر من هيئة حكومية ليها say في الموضوع ده، فلازم يخلّص ورقه كلّه مع كل القطاعات دي عشان يتّفق. ولكن بشكل أساسي هم في طريقتين عشان أي شركة تقبض بالدولار: يا إمّا تبقى متسجلة في المنطقة الحرة. المنطقة الحرة دي الfree zone، في أكتر من منطقة، تقريبًا 5، 7 مناطق في مصر لو أنا فاكر صح. بتاعة القاهرة مثلًا موجودة في مدينة نصر ومنطقة شيراتون وهكذا، دي اللي فيها شركات كتيرة. آآ أنت free zone، منطقة حرة، بيبقى ليها امتيازات شوية، في أي دولة يعني بيبقى ليها امتيازات، فالشركات دي تقدر إنها تقبض بأي عملة. الحاجة التانية، لو already الشركة بيدخل لها دخل بعملة أجنبية وبيتحوّل على البنك هنا في مصر بالعملة الأجنبية، وبعدين هم بيعملوا تحويل بسعر الدولار في البنك وينزّلوا المرتبات للناس بالمصري، فممكن باتفاق مع البنك بشكل مباشر يفتح الpayroll accounts بتاعة الموظفين، بدل ما تبقى بالجنيه المصري يخلّيها بالدولار أو باليورو، ويقدر ينزّل لهم الفلوس بالعملة الأجنبية على طول. هو كده البنك دخلت له الفلوس وهيحوّلها للناس. الشركة نفسها بتاعتك ما دفعتش حاجة جديدة، ما دفعتش حاجة زيادة. هي مثلًا كانت بتحوّل $100,000 عشان يتقسّم على الموظفين، هم نفس ال$100,000، بس بدل ما كان الموظفين بياخدوها بالمصري هياخدوها بالدولار. فيعني الموضوع فيه regulations كتيرة. في بعض المصاريف الإدارية اللي الشركة محتاجة أن تدفعها للحكومة لتسوية الأوضاع. آمم لو الشركة مش مسجلة في الfree zone وعايزة تتسجل كfree zone، مش بينفع تقريبًا إنها تحوّل ورقها. أظن إنها هتحتاج تفتح account جديد، أو يعني commercial registration جديد، سجل تجاري وبطاقة ضريبية وهكذا. ده اللي أنا فاهمه، ممكن يبقى في اختلاف، لو حد عارف معلومة غير دي برضه يوضّح لي. بس في شركات كتيرة برّه الfree zone وبيقبضوا بالدولار. ممكن لو شركة عدد الموظفين فيها كبير، يبقى الموضوع أصعب شوية من شركة كل قوامها 50، 100 موظف، 200 موظف. يعني في
يعني عوامل كتيرة في الموضوع. ممكن تكون انت كموظف مش مطلع او مش متعرض للابعاد دي، بس الشركة والاتش ار والمديرين يكونوا متعرضين للموضوع ده اكتر. فيعني نديهم البنفيت اوف داوت، او حسن النية، او ان ممكن يكون في حاجة مش واضحة. وطبعا دايما الكوميونيكيشن هو افضل حاجة. والله يا شركة، وضحي للموظفين بتوعك هو ايه مشكلتك في انك تدفعي بالدولار. لما يكون في يعني الاوبن دور بوليسي دي، ان الموضوع مفتوح ونقدر نتكلم ونتناقش فيه ونوضح ليه في مشاكل، ده بيبقى افضل كتير، وبنحافظ على الناس بشكل افضل. طيب، اعرف منين الشركات اللي بتقبض بالدولار؟ مفيش لستة ليهم على موقع مثلا ان انت تدخل يا جماعه دي الشركات اللي بتقبض بالدولار، مش مثلا يلو بيجز ولا 140 دليل هتلاقي الشركات. ولكن الحمد لله انا عملت البوست ده زي ما حكيت في الاول، وكان ليه اثر كبير بفضل الله. وبعمل له ابديت باستمرار، لان في ابديت ميجور حصل في يناير 2024، هو ان اكتر من تقريبا 10 شركات بقت بتقبض بالدولار. كان في سعي حثيث خلال الفترة اللي فاتت انهم يطلعوا الموضوع ده، وتم دلوقتي انهم بقوا بيقبضوا بالدولار او باليورو. فانا بضيف اول ما بعرف عن اي شركة، والحمد لله الناس متعاونة جدا، بتبعت لي على رسائل على لينكد ان او على الواتساب او على الفيسبوك، يقول لي على فكرة احنا شركتنا بقت بتقبض بالدولار، ضيفها عندك. سواء الاتش ار هو اللي بيقول لي، او مدير هناك، او موظف هناك. ودي حاجة حميدة جدا جدا، انك بتحب الخير للغير، وانك ما بتخافش ان ايه ده حد هيجي بقى هيبقى فيه اقبال على الشركه دي وانا موظف فيها، فممكن يمشوني عشان يعينوا حد جديد ارخص وبتاع. الناس الحمد لله فيها الخير، وناس نفوسها طيبه. دي حاجه يعني ربنا يجازيهم خير عليها اكيد. طيب، بعد ما عرفت الشركات دي يعني هتعمل ايه؟ محتاج على لينكد ان وعلى جوجل جوبز انك تعمل كارير اليرت، اللي هو بيجي لك كده نوتيفيكيشن سواء على الميل او نوتيفيكيشن على لينكد ان الشركه اللي انت مهتم بيها اللي بتدور على تايتل معين فيها نزلت التايتل ده مفتوح دلوقتي، ادخل قدم. فدي حاجة عظيمة جدا، ان انت مش محتاج كل يوم تدخل على الجوبس على لينكد ان بيج بتاعت الشركة او على الويب سايت بتاعهم. لا، انت في عندك لو كتبت على جوجل كده جوجل جوبس، هيجيب لك وظائف كتيرة جدا. حدد التايتل اللي انت عايزه، السينيورتي، حدد المسافة ما بينك موقعك الحالي لو انت داخل مثلا من البيت وعايز تكوميوت قد ايه، او المسافة ما بينك وما بين الشركة قد ايه. محتاج اي تفاصيل، حجم الشركه، بتاع كل الحاجات دي بتقدر ان انت تحطها على جوجل جوبز، وتقول له ابعت لي الجوب اليرت ده كل يوم، كل اسبوع، كل شهر، زي ما انت عايز. نفس الشيء بتعمله على لينكد ان بشكل متقارب، ان انت بتعمل جوب اليرت تحط فيه اسامي الشركات كلها اللي انت مهتم بيها، التايتلز اللي انت بتدور عليها، الدوله اللي انت بتدور عليها، وهكذا. دي حاجة عظيمة جدا. مش انت بس اللي هتبقى بتدور لوحدك، لا، بقت في التول بتدور معاك وبتبعت لك الجوب اليرت ده. طيب، زي ما كنت بقول في الأول إن مش كل الشركات هتكون بتقبض بالدولار. هيكونوا مثلا واخدين يعني ماكسيموم 5% من سوق العمل، أو القوى العاملة اللي موجودة في مصر، الإيجيبشن ورك فورس يعني كلها. طيب، نعمل إيه عشان نجيب مرتبات أعلى لو إحنا مش هنعرف نشتغل في الشركات دي، خاصة إن الشركات دي أغلبها شركات تكنولوجيا، يعني مش مفتوح المجال قوي لكل الناس. طبعا يعني هو الكور بتاع التكنولوجيا، بس حواليها في ادمن ورك كتير. يعني الناس اللي في الاتش ار بيقبضوا برضه بالدولار، الناس اللي مثلا محاسبين بيقبضوا بالدولار، الناس اللي شغالين في الامن ممكن يكونوا بالدولار. طبعا في شركات بتميز المهندسين بالدولار، والادمن ورك او الادمن ستاف مش بيقبضوهم بالدولار. فيعني دي حركة سخيفة، بس قشطة يعني بتحصل. لو انت قدرت انك تدخل الشركات دي تمام، ما قدرتش وانت مجالك اصلا بعيد عن المجال التقني بشكل كبير. بالمناسبة مش كل الشركات في المجال التقني. في شركات سعودية مثلا هنا في مصر فاتحة ليها مكتب في مصر، وهم في مجال الايفنت مانجمنت ودعم الابداع وريادة الاعمال، زي اروقة الريادة مثلا. وفي شركة تانية هتلاقوا الليستة كلها يعني موجودة. تقدر ان انت تبص على الليستة بالشركات كلها بكل التفاصيل اللي فيها. بس لو انت شغال في الماركتينج مثلا، عادي، ما كل الشركات محتاجه ماركتينج، وانت تكون شغال في الشركه اللي بتقبض بالدولار وهتقبض بالدولار زيهم، وهكذا يعني. طيب، اجين لو
مجالك مش متاح في الشركات دي، او الشركات دي خلاص استكفت، ما بقاش يعني متاح بالنسبه لهم انهم ياخدوا ناس اكتر، هتعمل ايه؟ زي ما اتفقنا ان انت ممكن تدور على اندستري جديده، زي ما كنت بقول كده، ان مثلا في مجالات معروف ان فيها فلوس اكتر زي البترول بتاع المصرفي، الاوتوموتيف وهكذا. فانت تشوف المجالات اللي فيها اندستري فيها فلوس اكتر، او التك ستاك نفسها. يعني ايه ده؟ هنا الكلام للديفلوبرز اكتر. ان انت ممكن تبقى بتستخدم تك ستاك او تستخدم برمجه معينه، لغه برمجه، تكنولوجيا معينه مش عليها الطلب بشكل كافي زي مجال تاني. او ان انت مثلا اوريدي خريج هندسة اتصالات والكترونيات، بس انت بتشتغل في الويب ديفلوبمنت. طب ما انت ممكن تشوف مجال الانتجريتد سيركت ديزاين، الاي سي ديزاين، انالوج ديزاين، ديجيتال ديزاين، تشتغل في السولار بانلز. المجالات دي هارد كور انجينيرنج، وفيها فلوس بالدولار من زمان، حتى من قبل التعويمات، من قبل 2016، من قبل التعويم الاول يعني. دي منطقة شيراتون فالي اللي موجودة في منطقة شيراتون، زي سيليكون فالي كده في أمريكا، ففي شيراتون فالي في مصر. ده مصطلح يعني بنقوله عليها. دول اللي شغالين في السيمي كوندكتور اندستري، أو مجال صناعة أشباه الموصلات. المجال ده من زمان وهو بالدولار. لو أنت تقدر تدخل مجال زي ده، فيعني تبقى حاجة عظيمة جدا جدا. تشوف ايه التكنولوجيز اللي هم بيستخدموها، ايه الريكويرمنتس بتاعتهم، وتقدم فيها. فحاول ان انت تشوف يا قطاع يكون فيه فلوس افضل، يا اما تغير التك ستاك بتاعتك وتشوف مجال احسن. زي ما قلت، تي شيبد اكسبيرينس هتفتح لك فرص اكتر تحسن بيها مصدر دخلك. لو انت بتفكر مثلا تشتغل في ستارت اب، المفروض الستارت اب يعني بشكل ولو صغير حتى المرتبات فيها بتكون اعلى من الشركات الكوربريت او الشركات الكبيره. يمكن ده كان اكثر انتشارا وشيوعا قبل 2020 و2021، ولكن ما زال في يعني مارجن كده للفرق ما بين الستارت ابس الشركات الكبيره. ستارت ابس برضه فيها داينامكس سريعه قوي، ممكن تبقى شغال على حاجه وبعدين تنتقل على حاجه تانية، فيها اكسبوجر وليرنينج اكسبيرينس افضل شويه. او مش افضل، انا ما بحبش يعني اقول افضل، يمكن اكتر. بس مفيش حاجه افضل من التانية يعني. بس ده اوبشن ممكن تفكر فيه، انك تشوف برضه opportunities في الستارت ابس. وممكن انك تعدد مصادر دخلك، شوف انت بتعرف تعمل ايه وبيعه. تلاقي فيديو برضو على اليوتيوب شانل عندي اسمه كيف بدأ الفريلانس. مش بتكلم بقى على الفريلانس على مواقع معينة، ولكن ازاي ان انت تستغل كل المهارات اللي عندك في انك تكون مصدر دخل، او تكون بيها او تعمل بيها مصدر دخل زيادة ليك. يعني مش لازم تبقى انت بتشتغل مهندس الصبح ومهندس بعد الظهر، لا، انت مهندس الصبح بتعمل 10 تاسكات، في تاسك منهم تقدر تعملها فريلانس بعد الظهر، او يعني بالليل، يعني من 9 ل 5 في الشركة، من 5 ل 9 تعمل حاجة تانية. شوف الفيديو لتفاصيل اكتر عن الموضوع ده. يعني انا تقريبا خلصت كل اللي كنت حابب اناقشه معاكم في النقطة دي او في التوبيك ده. حابب اختم بس بان الهدف من الفيديو ده مش اني اقول لك روح اشتغل في الشركات دي اللي انا اعمل لك لها ليست، مش هنقدر كلنا نشتغل فيها، ولكن المعرفة بان في الاوبشن ده اصلا دي حاجة عظيمة جدا جدا. انا قبل ما اعرف ان في شركات بتقبض الدولار كنت ليا تفكير معين، دلوقتي بفكر بتفكير تاني. فده يعني نقطة مهمة جدا، ان انت تبقى عارف الاويرنس اللي حواليك، او وعي بالاوبشنز اللي متاحة حواليك كلها. وفي الاخر القرار ليك، فايا كان انت حابب انك يعني ايه الافضل بالنسبه لك زي ما وضحنا. آه، في نقطه تانية كنت حابب اذكرها، هي ان مش كل الشركات بتقبض بالدولار بشكل مباشر. في حاجه اسمها دولار ايكويفالنت، اللي هو انا بقول لك ان مرتبك مثلا مرتبك مثلا $500، بس انت مش هتقبض ال $500 دول، انا هقبضك ما يعادل ال $500 دول بالمصري. اللي هو ايه؟ انت مثلا بدل ما تاخد $500 كخمس ورقات في 100 بالدولار كده، لا، انا هحوله لك بسعر الدولار في البنك، وهتستلم الدولار ده بالمصري. فده بيبقى اسمه دولار ايكويفالنت، ستيل لطيف شويه، بحيث ان لو حصل تعويم والسعر الرسمي للجنيه اتغير، فبالتالي المرتب بتاعك هو كمان بيتغير. ملوش طبعا علاقه بالسوق السوداء، لان هو كده مرتبط ب السعر الرسمي للبنك يعني، او للدولار في البنك. بس ستيل يعني خطوة على الطريق.
ختاما، أهم حاجة نتحرى الحلال في شغلنا، خاصة في مجال التكنولوجي. في شركات كتير شغلها حرام، حرام قولا واحدا. آه في شركات بيبقى جزء حرام وجزء لأ، فلازم تخلي بالك من ده. يعني مثلا في شركات الفinTech، التمويل والمايكرو فاينانس والتقسيط، وحوش معانا وحط جنيه النهارده وبكره تكون عليه فايده، اللي هي الفايده اوفر نايت ديت، وبيقرض الفلوس دي لمكان تاني وهكذا. خلي بالك، اسأل دايما وتأكد وتحرى الحلال في شغلك. في شركات بتطلع منتج عشان تبيعه لمواقع إباحية. يعني انت مثلا تبقى جيم ديزاينر او 3 دي ديزاينر، بتعمل حاجات 3 دي او حاجات في الاوجمانتد رياليتي، الميكسد رياليتي، الفيرتشوال رياليتي، اللي هي الواقع المعزز والواقع المدمج والواقع الافتراضي. وبعدين تتحول ان دي تبقى العاب اباحيه او مواقع مش تمام. فلازم تخلي بالك من الموضوع ده جدا. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء. بقيت مستجاب الدعاء، ادعي إن ربنا يفتح عليك ويوسع رزقك. ف يعني خلي بالك جدا إن تتحرى الحلال في دخلك. الفلوس الحرام بتاخد الحلال وبتروح. الموضوع ضروري جدا جدا إن إحنا نبقى بنشوف الشركة اللي إحنا بنشتغل فيها دي حلال ولا لأ. كمان ممكن تبقى شركة إسرائيلية يهودية، ده صعب جدا برضه. يعني مش ما تعملش كده. وتقدر تعرف ده من خلال في كامبين اسمها تيك فور بالستاين. بيقول لك الشركات اللي متأسسة عند الكيان هناك، أو فيها مستثمرين صهاينة أو وهكذا. فيعني تخلي بالك من النقطة دي برضو. بس وربنا يفتح علينا جميعا ويوفقنا جميعا للي فيه الخير. شكرا، بالتوفيق إن شاء الله في خطواتكم اللي جاية كلها.